بزاف ديال الناس اللي عايشين هنا في فرنسا ما غادي يعجبهمش هذا الخبر، لان ابتداء من 29 ديسمبر 2025 غادي يطبق واحد القرار اللي هو صارم. يعني اي واحد تعدى السرعه القانونيه اللي مسموح بها ولو تكون السرعه ديال 50 كيلومتر في الساعه ما غاديش تبقى محسوبه كمخالفه، ولكن غادي تولي محسوبه كجنحه، واللي تقدر توصل لها ل 3 شهور ديال السجن وغرامه ماليه ديال 3750 اورو. دار واحد الاحصاء ولقاو بان في 2024 لقاو 63 ألف مخالفة اللي غادي تولي دابا غتحسب جنحة. هاد المخالفة ديال 2024 اللي كانت كتحسب جنحة هو عدم احترام السرعة المحدودة، وكانوا كيحسبوا السرعة فاش كتفوق 70 كيلومتر للساعة وما كتحترمش، لكن حاليا غادي يوليو يطبقوها حتى على السرعة اللي كتكون محدودة في 50 كيلومتر للساعة وكتعدى، فحتى هذه غادي تولي محسوبة جنحة، 3 شهور ديال السجن و 3750 اورو كغرامه. لكن هذا الشيء اقل ما يمكن ان يقوم به القاضي، لان ممكن تعطى عقوبه اكثر من هذا الشيء، بحال سحب رخصه السياقه، يعني البيرمي دو كوندوير يقدر يتحيد المولاه، ومنع حتى الطلب ديال ديك تعاود فورماسيون باش تعاود تاخذ البيرمي ديالك. فاذا تحيد البيرمي خصك تسنى المده القانونيه اللي حكم بها القاضي، والمده اللي هي 3 سنين على الاقل. وممكن السياره تحجز، السياره اللي درت بها الجنحه. حاجه واحده اخرى ما نساوهاش فقط للتذكير، هو حتى الموسيقى اللي كتكون مجهده وكديرونجي على برا حتى هي عندها غرامه ماليه تقدر توصل ل 68 اورو. وحاولوا تبارطاجيو باش اللي كيمشي بسرعه يحاول ينقص باش ينجي راسو وينجي الغير. شنو راي ديالكم في التعليق؟